واش الفلوس كتشري السعادة بالصح ولا هي غير قضبان ذهبية لواحد السجن كبير؟ قصة اليوم غتدينا لواحد العالم فيه صراع بين القصور الفخمة في بوسكورة والدروب الشعبية اللي عامرة الرجولة وكرامة. حكاية غيثة اللي كانت عندها الدنيا بين يديها، ولكن قلبها اختار يوسف الميكانيكي البسيط. كيفاش ممكن لشرارة حب تبدا في وسط كسيدة وتنتهي بحرب ديال النفوذ والمال؟ سدوا عينيكم وسمعوا معايا حكاية أشواك القصر. الليل كان هادئ في بوسكورة، والضو ديال البوطوات كان كيبان فحال نجوم مشتتة على جنبات الطريق الطويلة اللي كدوز وسط الغابة. غيتا كانت راكبة في طوموبيلتها الرانج روفر جديدة، شادة الفولون بيديها اللي كيرجفو، وعينيها عامرين دموع لدرجة ما بقاتش كتشوف الطريق مزيان. كانت يلا خارجة من عشاء عائلي، عشاء اللي كان من المفروض يكون احتفال بعيد ميلادها، ولكن تحول المحاكمة حيت باها السي تازي قرر يعلن قدام كل شي خطوبتها لياسين، ولد شريكو في الشركة. ياسين اللي غيتا ما كتحملش حتى تسمع سميتو، الشخص اللي كيشوف فيها مجرد صفقة تجارية. كانت غادية بالسرعة والموسيقى مجهدة في الطوموبيل باش تغطي على صوت أفقانها اللي كيغوتوا لداخل. فجأة في واحد الدورة خايبة خرج ليها واحد الكلب ضال في وسط الطريق. غيتا دارت الفولون بجهد باش تهرب عليه، ولكن الطوموبيل فقدات التوازن وبدات كتميل وبقات كتدور حتى لقات راسها دخلات في وسط الشجر ووقفات بواحد الصدمة قوية خلات الإيرباغ يتحل في وجهها. الدنيا ظلامت في عينيها وما بقاتش كتسمع غير صوت الصفير في ودنيها وريحة الدخان طالعة. في نفس الوقت في الجهة الأخرى من الطريق كان يوسف راجع بالموتور ديالو من الخدمة. يوسف الشاب اللي في عمره 29 عام، اللي قاع ولاد الدرب كيعرفوه بالمعلم يوسف حيت يديه ديال الذهب في الميكانيك، ولكن وجهه ديما فيه واحد المسحة ديال الحزن حيت كيهز هم عائلته الفقيرة فوق كتافه. يوسف شاف الطوموبيل وهي كتخرج على الطريق، وقف الموتور ديالو بالزربة وجرى جهة الغابة. وصل الطوموبيل اللي كانت معجونة وشاف غيتا غايبة على الوعي وراسها طايح على الفولون. بلا ما يفكر جبد واحد الساروت من جيبه وهرس الزاجة ديال الباب اللوراني باش يقدر يحل الباب ديال الشيفور. جر غيتا بالبطء واخا كانت الكسوة ديالها الغالية فزقات بالدم. هادشي ما بهر كاع يوسف اللي كان كيهمه هو يخرجها قبل ما تشعل العافية في الطوموبيل. حطها فوق الربيع وبدا كيضرب ليها على وجهها بشوية وهو كيقول: آنسة سمعيني، آنسة فيقي عافاك. غيتا بدات كتحل عينيها بشوية. أول حاجة شافتها كانت عينين يوسف الكحلين والقويين، وجهه اللي عامر زيت ديال الميكانيك وصدره اللي طالع ونازل بالنهيج. حسات براسها فحال كتحلم. شافت فيه وقالت بصوت ضعيف بزاف: أنا فين؟ يوسف تنهد بالراحة وقال لها: انتي في أمان، ما تخافيش، وقعت لك كسيدة ولكن ربي يحفظك. غيتا حاولت تنوض ولكن الوجع في رجليها كان كبير، ويوسف منعها وهو كيتسنى لامبيلونس اللي عيط ليها. في ذاك الوقت القصير اللي بقاو فيه بوحدهم وسط الغابة، غيتا شافت في يوسف واحد النظرة غريبة، نظرة فيها الصدق والشهامة اللي عمرها شافتها في دوك ولاد الفشوش اللي كيدوروا بها. هو واخا كان باغي غير ينقذها ما كدبش على راسو. جمال غيتا واخا بالدم والتراب خلاه يسكت لواحد اللحظة. ملي جات لامبيلونس وجاو الناس، يوسف فضل ينسحب، ما بغاش الأضواء وما بغاش حتى شكر. رجع للموتور ديالو ومسح يديه من الدم ومشى كمل طريقه لدارهم في الحي الشعبي، بلا ما يعرف باللي هذيك البنت اللي أنقذ حياتها هي اللي غتقلب ليه حياته كاملة. غيتا في السبيطار ما بغاتش تقول لباها باللي واحد الشاب هو اللي اعتقها، خبات الموضوع في قلبها، ولكن صورة يوسف بقات محفورة في خيالها. بدات كتقلب عليه في المكان ديال الكسيدة، سولات الناس حتى لقات واحد الكابو ديال الموتور كان طاح ليه تما وفيه سمية كراج المعلم يوسف. غيتا قررت تمشي لعنده، ماشي غير باش تشكره، ولكن حيت حسات باللي هذاك الشاب هو الوحيد اللي يقدر يخرجها من السجن اللي عايشة فيه. مشات مورا سيمانة، ساقت طوموبيلتها الجديدة ودخلت لواحد الدرب شعبي عامر بالصداع والروائح والحياة. الناس بقاو كيشوفوا فيها باستغراب، بنت بحال القمر بطوموبيل فخمة في وسط دربهم. وقفات قدام الكراج وشافت يوسف تحت واحد الطوموبيل قديمة، وجهه عامر شحم ولكن وقار عينيه هو. يوسف خرج من تحت الطوموبيل، شاف فيها وتجمد، ما تيقش باللي هذيك الأميرة اللي أنقذها واقفة في وسط الكراج ديالو. شافت فيه وابتسمت واحد الابتسامة خلات القلب ديالو يهرب منه، وقالت ليه: جيت نرد لك الأمانة وجيت نشكر الراجل اللي بسبابه اليوم أنا واقفة على رجليا.
يوسف مسح يديه في شيفون قديم ووقف قدامها بكل عزة نفس وقال لها هذا واجب بنت الناس، ما درت والو كتر من اللي غيدير أي واحد في بلاصتي. غيتا حسات باللي هذا الراجل مختلف وبدات كتهضر معاه والوقت داز بلا ما يحسو. بدات كتعاود ليه على مشاكلها وهو كيعاود ليها على حياته البسيطة. يوسف كان كيهضر بمرارة على الفقر وعلى كيفاش المجتمع كيشوف ولاد الدرب، وغيتا كانت كتشوف فيه البطل اللي كانت كتحلم به. لكن فجأة وقفات واحد الطوموبيل كحلة قدام الكراج ونزل منها ياسين خطيب غيتا ومعاه جوج ديال السيكوريتي. ياسين شاف غيتا واقفة مع يوسف وشعلات فيه النار، قرب منها بجهد وجرها من يدها وهو كيغوت شنو كديري هنا مع هاد الكاريكاتور، واش هبلتي؟ يوسف في ديك اللحظة ما بقاش ساكت، قرب من ياسين وحيد ليه يده من فوق كتف غيتا بكل قوة وقال ليه بصوت فيه الرعد حيد يدك عليها، هاد السيدة ضيفة عندي والضيف هاد الدرب كيتحترم وإلا غنوريك ولد الدرب شنو كيسوى. غيتا وقفات ورا يوسف وهي كتحس بواحد الحماية عمرها ما حسات بها مع باها ولا مع خطيبها. ياسين شاف يوسف بنظرة احتقار وقال ليه غادي تندم على هاد النهار وغادي نغبر لك الشقف انت وهاد الكراج ديالك. ومن هنا بدات الحرب، حرب بين المال والنفوذ وبين الحب والكرامة. يوسف لقى راسو داخل في دوامة كبر منه، وغيتا لقات راسها مستعدة تخلى على القصر باش تبقى مع ولد الدرب اللي رجع ليها الروح. ياسين ركب في طوموبيلته وهو كيغلي والشرار خارج من عينيه، كيحس باللي الكرامة ديالو تمسحت بالأرض قدام واحد ميكانيكي بسيط وسط درب شعبي. غيتا بقات واقفة كتشوف فيه وهو غبر وسط العجاج وقلبها كيضرب بجهد، ماشي خوفا من ياسين ولكن خوفا على يوسف. دارت عند يوسف لقاتو مازال واقف نفس الوقفة، جامع يدو وعينيه كيشوفوا في البعيد. واحد الهدوء غريب كان مسيطر عليه وخا كان يلاه كان هيوقع فيه الدم. غيتا قربت منه وقالت بصوت كيرجف يوسف سمح لي بزاف، انا جيت غير باش نشكرك وصدقت جايبه ليك المشاكل حتى لعندك، هاد الناس ما كيخافوش الله وقادرين يديروا اي حاجه. يوسف شاف فيها وابتسم واحد الابتسامة باهتة، مسح وجهه بيدو وقال ما تعمريش راسك بنت الناس، حنا ولاد الدرب كبرنا وسط المشاكل، وهاد النوع ديال سيدي وسيدك كيحسب ليهم باللي الفلوس كتشري كل شيء، ولكن العز والكرامة ما كيتباعوش في المارشي. غيتا حسات واحد الانجذاب كبر لهاد الراجل، ولكن كانت عارفة باللي باها السي تازي ما غيدوزش هاد الشي ساهل. رجعات لدارهم في بوسكورة وفاش دخلت الفيلا لقات باها كيتسناها في الصالون الكبير وياسين جالس حداه كيشحن فيه. السي تازي ناض وقف وبدا كيغوت لدرجة العروق ديال عنقوبانو. غيتا واش هبلتي؟ واش بغيتي تلطخي سمية التازي في الوحل؟ غاديه الحي شعبي كتمسحي الكابه لواحد موسخ بالزيت؟ غيتا وقفات قدام باها بكل شجاعة، وهادي كانت أول مرة كتحس باللي عندها صوت وقالت ليه هذاك اللي كتقول عليه موسخ بالزيت هو اللي عتقني نهار كنت غنموت في الكسيدة، هو اللي مد ليا يدو فاش نتوما كنتو كتفكروا غير في المظاهر والصفقات. انا ما بغيت نتزوج بياسين وما غاداش نكون جاريه عندكم. السي تازي صدمات الهضره وصرفق غيتا واحد الصرفيقه فلتها تطيح الارض وقال لها برود من اليوم ما كاين لا خروج لا طوموبيل وتليفونك غيبقى عندي، وياسين هو اللي غيتكلف يسكت هذاك البرهوش اللي تصر عليك. في الجهه الاخرى يوسف كان جالس في الكراج بالليل، الضو خفيف والصمت مخيم على الدرب، كان كيفكر في غيتا في هذيك النظره ديالها اللي كانت كتقول باللي هي محتاجه اللي يحميها من راسها ومن عائلتها. فجاه وقفات طوموبيل قدام الكراج ونزلوا منها 4 ديال الدراري هازين جناوه وهراوات، ما هضروا ما تكلموا، بداو كيخسروا في المكان وفي الطوموبيلات اللي كان يوسف كيصلح فيهم. يوسف ناضي دافع على رزقه ولكن الكتره غلبات الشجره، ضربوه لراسو وطاح كيشوف في الكراج ديالو كيتخرب قدام عينيه. كان كيسمع واحد فيهم كيقول ليه هادي غير قرصة أذن، المرة الجاية غنحيدوا لك اليدين اللي كيتطاولوا على سيادك. يوسف بقى طايح في الأرض والدم كيسيل، ولكن اللي كان كيوجعو كتر هو الظلم. الجيران جاو جراو وهزوه للسبيطار، واخا جراحو كانت غارقة هو كان كيفكر غير في غيتا، خاف لي يكونوا داروا ليها شي حاجة.
الصباح غيتا لقات راسها محبوسة في بيتها، السيكوريتي قدام الباب، والشرجم كيشوف في الجردة الكبيرة اللي ولات كتبان ليها فحال القبر. قدرات تسلت وتشد تليفون الخدامة اللي كانت كتحن فيها، وعيطات لواحد صاحبها اللي كيعرف يوسف. فاش سمعات باللي يوسف تضرب والكراج تخرب، حسات بالدنيا دارت بيها، بكات حتى عياو عينيها وقررات باللي خاصها تهرب. بقات كتستنى حتى الليل، وفاش كلشي نعس لبسات حوايج بساط وهبطات من السطح باستعمال حبل ديال الستائر، وخرجات كتجري وسط الغابة حتى وصلت للطريق الكبيرة. خدات طاكسي ومشات مباشرة للحومة فين ساكن يوسف. لقات الكراج مسدود وسولات عليه حتى نعتو ليها دارهم. دقات في الباب وخرجت ليها الأم ديال يوسف، مرا كبيرة وشريفة وجهها فيه علامات الصمان. غيتا قالت ليها وهي كتلهت: خالتي، أنا غيتا، بغيت نشوف يوسف عافاك. الأم شافت فيها بحزن ودخلتها. لقات يوسف ناعس فوق سداري، راسو محزوم ببانساما ووجهه منفوخ. فاش شافتو حاول ينوض ولكن ما قدرش. غيتا طاحت حداه وبدات كتبكي وكتقول ليه: اسمح لي يا يوسف، كلشي بسبابي، انا اللي دمرت لك حياتك. يوسف شد يديها واخا كانت يديه مجروحه وقال ليها بصوت واطي: ما تقوليش هكاك، انا اللي اخترت نوقف معاك، والرزق كيجيبو الله. الكراج يتصلح ولكن الكرامه الا مشات ما كترجعش. في ديك اللحظه غيتا لقات راسها كتقول ليه الكلمه اللي كانت خايفه منها: يوسف، انا هربت من الدار وما بقيتش غنرجع لتما، انا ما بقى عندي والو في هاد الدنيا غيرك. يوسف شاف فيها بصدمه، عرف باللي هاد الخطوه غتخلي عائله التازي يقلبوا الدنيا وما يبردوش. قال ليها بصدق: انت عارفه شنو درتي؟ هاد الناس غاديين يحطمونا بجوج. غيتا جاوباتو قالت: يتحطم كلشي، المهم نعيش نهار واحد بكرامتي ومع الراجل اللي بغيت. يوسف قرر يحمي غيتا وداها لواحد الدار صغيره عند واحد صاحبه في مدينه اخرى بعيد على الانظار. تما غيتا بدات كتعلم تعيش حياه بسيطه، كطيب الخبز وكتلبس جلابه عاديه، وبدات كتحس بواحد السعاده عمرها ما لقاتها وسط الملايين. يوسف بدا كيخدم في واحد الورشه صغيره تما باش يصرف عليها، وكان كلشي غادي مزيان. حتى لواحد النهار غيتا كانت غاديه للسوق وشاخت تصويرتها في الجريده وفي التلفازه. باها داير مكافاه ماليه كبيره لاي واحد يلقى بنته المختطفه، ومصور يوسف على اساس انه مجرم وشمكار هو اللي خطفها. غيتا حست بالرعب، عرفات باللي باها غيدير اي حاجه باش يرجعها ويغطي على الفضيحه، وباللي يوسف حياته مهده بالحبس ولا الموت. في ديك الليله يوسف رجع للدار ولقى غيتا كتوجد صاكها. قالت ليه والدموع في عينيها: يوسف، خاصني نرجع، باغي يدخلك للحبس بسبابي، انا ما قدرتش نشوفك كتضيع. يوسف سد الصاك وشاف فيها بواحد القوه وقال ليها: الا رجعتي دابا غترجعي جاريه لياسين، وانا غنكون متحيا. حنا بدينا هاد الطريق وغنكملو حتى الاخر، والحق غيبان. ولكن اللي ما عرفوش يوسف وغيتا هو ان ياسين كان ديجا وصل لهم عن طريق واحد من صحاب يوسف اللي غدر بيه على قبل الفلوس، والبوليس والسيكوريتي كانوا ديجا كيدوروا بالدار في ديك اللحظه. الليل كان ساكن والظلام مخيم على ديك الدويره الصغيره اللي تخباو فيها، ولكن فجاه هرس هاد الصمت صوت ديال الكلاكسونات والفرامل ديال الطوموبيلات اللي وقفت بجهد قدام الباب. الضوء ديال البروجيكتورات اخترق الجاج ديال الشراجم، ويوسف وقف بلفه، حس باللي النهايه قربات. غيتا جمدات في بلاصتها، يديها كيرجفوا وهي كتشوف الخيال ديال رجال السيكوريتي والبوليس كيدوروا بالدار. يوسف قرب منها، شد ليها يديها بجهد وقال ليها بصوت واثق: واخا الموقف صعيب، غيتا كوني قويه، مهما وقر ما تبينيش ليهم باللي هرستي، انا معاك حتى لاخر نفس. قبل ما تكمل هضرتها الباب تهرس بواحد دقه قويه، ودخل ياسين هو الاول، وجهه عامر بالشماته والحقد، وموراه سي التازي اللي كان كيبان فحال شي وحش جارح. كرامته وعزه نفسه تمسحات فاش بنته هربت مع ميكانيكي. ياسين ضحك بواحد الضحكه بارده وقال: على سلامتك السي يوسف، كيحسب لك الغابه غتخبيكم بزاف، اليوم غتخلص الثمن غالي، الاختطاف والسرقه والاعتداء غتخنس في الحبس حتى تنسى سميتك. غيتا وقفت قدام يوسف بحال شي لابوه كتدافع على شبلها، وغوتات بوجه باها: تا واحد ما خطفني، انا اللي جيت عنده، انا اللي هربت من جحيمكم، يوسف هو اللي حماني منكم ومن وسخكم. السي التازي قرب منها، وجهه كان احمر بالغضب، وقال ليها بصوت كيرعد: سكتي، انت دابا مريضه ومخطوفه، وهذا المجرم غسل لك دماغك، جروها للطوموبيل. الرجال ديال السيكوريتي هجموا على يوسف وبداو كيضربوا فيه قدام عينيها. يوسف حاول يقاوم ولكن الكتره غلبت الشجاعه، طيحوه للارض وكبلوه بالمنوط، وياسين كيزيد يضرب فيه برجليه بحقد. غيتا كانت كتعافر وتغوت، كتحاول توصل ليه ولكن جروها بجهد وركبوها في طوموبيل باها، ويوسف داوه في طوموبيل اخرى للكوميساريه.
الكوميسارية. في ديك الليلة غيتا لقات راسها محبوسة في بيتها في الفيلا من جديد، ولكن هاد المرة الشرجم دار ليه الشباك ديال الحديد والتليفون ما بقاش عندها بمرة. كانت كتحس بالوجع في قلبها أكثر من الوجع اللي في جسمها، كتعرف باللي يوسف دابا كيتعذب بسببها. باها وياسين اتفقوا يديروا ليه تهمة ثقيلة، تهمة اختطاف قاصر تحت التهديد وسرقة مجوهرات باش يضمنوا باللي ما غيخرجش من الحبس لسنوات طويلة. يوسف في الكوميسارية واخا كان وجهه عامر دم وجروح بقى صامد. المحقق كان كيسول فيه وهو كيقول ليه: اعترف يا يوسف، قول لي باللي انت اللي غويتيها وجبتيها لهنا باش تبتز باها، قول لي هاد الشيء وغنخفوا عليك. يوسف شاف فيه برود وقال: انا ما خطفت حد، انا انقذت بنت بغات تموت بسبب الظلم ديالكم. الحب ماشي جريمه والفقر ماشي تهمه، ديروا اللي بغيتوا، الحق غيبان. في الدرب الخبار وصل لولاد الحومه، المعلم يوسف اللي كيحترموه كاع الناس تشد في تهمه خايبه، الام ديالو طاحت مريضه، والناس بداو كيتجمعوا ويقولوا باللي السي التازي بغى يحطم ولد الدرب حيت وقف في وجهه. واحد من صحاب يوسف اللي ضميره بدا كيأنبو حيت شاف الام ديال يوسف في ديك الحاله قرر يدير شي حاجه. كان عنده فيديو في تليفونه نهار ياسين صيفط الدراري يخربوا الكراج ديال يوسف. الفيديو كان كيبين وجه ياسين بوضوح وهو كيعطي الاوامر. غيتا في الفيلا لقات واحد الطريقه باش تواصل مع الخدامه فاطمه، طلبت منها تجيب ليها ورقه وستيلو، كتبت رساله موجهه للنيابه العامه وقالت فيها الحقيقه كامله باللي هي اللي هربات وباللي يوسف بريء، وهدات باللي بتقتل راسها الا ما سمعوش ليها. فاطمه بقلبها الحنين قدرت تسلت وتوصل الرساله لواحد المحامي معروف كيدافع على حقوق الانسان. المحامي ملي شاف الرساله وشاف الفيديو اللي جابوه ولاد الدرب عرف باللي هذه قضيه راي عام. بدات الصحافه كتهضر على قضيه ميكانيكي بوسكوره وبنت الملياردير، والناس بداو كيتعاطفوا مع يوسف. ياسين والسي التازي حسوا بالخطر، النفوذ ديالهم بدا كيتهز قدام قوه الحقيقه وقوه السوشيال ميديا. المحامي قدر يحصل على اذن باش يزور غيتا، وفاش دخل عندها لقاها في حاله يرثى ليها، ولكن عينيها كان فيهم واحد الاصرار غريب. سجل لها فيديو بالشهاده ديالها ونشروه في الانترنت. الفيديو قلب الدنيا، المغرب كله شاف غيتا وهي كتقول: يوسف ماشي مجرم، يوسف هو اللي وراني معنى الرجوله، وبا وياسين هما اللي باغيين يدمرونا. السي التازي لقى راسو في موقف لا يحسد عليه، الشركه ديالو بدات كتخسر والسمعه ديالو طاحت. ياسين حاول يهرب ولكن البوليس وقفوه بسبب الفيديو اللي كيبين تورطه في تدمير كراج يوسف والاعتداء عليه. نهار المحاكمه الضرب كله كان واقف قدام المحكمه شادين صور ديال يوسف وكيغوتوا الحريه ليوسف. غيتا جات وهي لابسه اللباس اللي كان كيعجب يوسف، وقفات قدام القاضي وقالت كل شيء بصدق. القاضي ملي شاف الادله والشهادات حكم ببراءه يوسف من تهمه الاختطاف والسرقه، وحكم على ياسين بالحبس بسبب التحريض والاعتداء. يوسف خرج من المحكمه وهو كيبكي بالدموع. اول حاجه شافها كانت غيتا كتسناه بابتسامه وعينين عامرين فرح، عنقها قدام كل شيء، قدام الكاميرات وقدام باه اللي كان واقف بعيد كيشوف بنته اللي ضاعت منه بسبب كبريائه. يوسف رجع للدرب بطل، ولاد الحومه صوبوا ليه الكراج احسن من اللي كان، وغيتا قررت تخلى على ثروه باها وتعيش مع يوسف في الدرب. بدات كتخدم كمعلمه لغات، ويوسف ولا عنده اكبر كراج في المنطقه. القصه ما سالتش هنا، حيت السي التازي مورا ما خسر كل شيء طاح مريض، وغيتا ويوسف هما اللي وقفوا معاه حتى فهم باللي الفلوس ما كتصنعش السعاده، وباللي ولد الدرب اللي كان كيحتقره هو اللي كان عنده قلب كبر من قصره. يوسف وغيتا تزاوجوا في عرس شعبي كبير حضروا ليه كاع ولاد الدرب، وكان احسن مثال باللي الحب كيقهر المسافات والطبقات، وباللي الكرامه هي السلاح الوحيد اللي ما كيخسرش في هاد الدنيا.